بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا غايه لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله تلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم جيت ندير معكم كبده تاع الدجاج مشرمله بواحد الطريقه اللي غادي تعطيها بنه وكي غادي نقول لكم غير تاع تغمس. شوفوا تجي بنينه بسم الله ما شاء الله. قعدوا معايا وشوفوا الوصفه تاعنا تاع اليوم. نبدو بسم الله على بركه الله. هنا نجيب مقله ندير عليها شويه تاع الزيت وندير عليها حبه تاع بصل تكون متوسطه في الحجم، نقطعها هكا قطع صغيره ونديرها تتبال على النار. انا نخليها حتى لي تتبال هذيك البصله تاعي، ومن بعد نزيد لها كميه تاع الكبده اللي تكون عندكم، وزدت لها زوج فصوص تاع الثوم يكونوا مرابين، التوابل درت شويه تاع الحروت، شويه تاع فلفل احمر، شويه تاع مغرف معمر مليح، شويه تاع كمون كيما نعرفوا الكبده تبغي الكمون. هنايا درت لها شويه تاع قزبر يابس، وزدت لها شويه تاع كيري تاع الدجاج هنايا كاضافه اللي بغى يديرها، اللي بغى ما يديرهاش. هنايا شغله غادي نقول لكم هذاك الكيري تاع الدجاج غادي يعطيها بنه شابه في هذيك الكبده تاعكم. هنايا زدت لها خليط بين شويه تاع المعدنوس وشويه تاع القزبر ونخلط وشويه تاع الملح بلا ما ننسو، ونخلط هذيك الكبده تاعي غايه باش تتشرب لي بهذوك التوابل. انا بعد ما خلطتها هنا كنت نسيت مغرف صغيره تاع الطوماطيس المصبره، طوماطيس كونسونطري، نزيد نخلطها مع هذيك الكبده تاعي ومن بعد نديرها على النار. هنايا نديرها على النار ونخليها تتقلى غايه. هنا بعد ما نشوفها صاي دخلها شويه تاع الطياب نديرها نص فنجال ماشي كاس، نص فنجال تاع الماء ونخليها تتقلى حتى اللي طيب لنا. كما تعرفوا الكبده ما غاديش تشد بزاف الوقت وبالخف الطيب. وهي في صحن التقديم. شوفوا بسم الله ما شاء الله جات شابه وبنينه ومشمخه كي نقولوا ما تجيش ناشفه. حبيها قلت لكم غير تاع تغميس. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا تاع اليوم حبيباتي، ولا عجبتكم ما تنسونيش بالجيم والكومونتير. شباب كيما نتوما نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.